يقول يوم من الأيام الإمام الباقر جالس عليه السلام مع أصحابه ويتحدث معهم ببعض الأمور، وسئل عن حقيقة الإيمان. شوف، مو تمام الإيمان، سئل عن حقيقة الإيمان. فقال الإمام الباقر عليه السلام: لا يبلغ العبد حقيقة إيمانه حتى تكون فيه 3 خصال. قالوا له: شنو هاي يا ابن رسول الله 3 خصال؟ يتحدث عن حقيقة الإيمان. إخواني، هاي نركز عليها لأنها مهمة. حقيقة الإيمان يقول الإمام الباقر تتجلى في 3 خصال في داخل الإنسان، في حياة الإنسان المؤمن. فقال الإمام الباقر عليه السلام: حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، والمرض أحب إليه من العافية من الصحة، والفقر أحب إليه من الغنى. فقالوا: يا ابن رسول الله وليس كلنا كذلك، من يسوي هذا؟ هذول قاعدين يم الإمام الباقر عليه السلام. قالوا له: يا هل يقدر يسوي يا ابن رسول الله الموت أحب إلي من الحياة؟ هذا خلاف طبيعة وجبلة الإنسان، فطرة الإنسان تستأنس بالحياة. وشلون واحد يحب المرض على العافية؟ يمر روايات والأدعية: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. شلون هذا يا ابن رسول الله؟ كيف نحب الفقر على الغنى يا ابن رسول الله؟ الإمام الباقر يريد يوصل رسالة للرواية لطيفة جدا. فقال: أنا أبين لكم على رسلكم، لا تستعجلوا. أكيد، لأن ذهن الإنسان يروح للمصادق القريبة، يروح للمصادق الواضحة التي يستأنس بها، يأخذ الضد السريع. الإمام الباقر عليه السلام يستخدم ثنائيات لطيفة في هذا الحديث. فقال الإمام الباقر عليه السلام: قال: لو خير أحدكم الحياة مع بغضنا أم الموت على حبنا فماذا تختارون؟ فقالوا: يا ابن رسول الله الموت على حبكم خير من الحياة على بغضكم. قال: هو ذلك معناه. والإمام الباقر شلون انطلق انطلاقة لطيفة؟ إن شاء الله الرواية واضحة إخواني. قال: لو عرض على أحدكم الموت على حبنا، يموت على حبنا، وهذا بروايات أن الموت على حب أهل البيت راح ناخذ مظهر آخر، أم يعيش ويعمر الدنيا ولكنه مبغض لنا حاقد علينا، هذا من علامات النفاق والكفر في الروايات. فماذا تفضلون؟ قالوا: يا ابن رسول الله نفضل الموت على حبكم. قال: هو هذا معنى. أمر الآخر بعد الرواية أنت تصير واضحة عندك. قال: لو خير أحدكم بين أن يعيش فقير على حبنا أو يعيش غنيا وهو مبغض لنا فماذا تختارون؟ قالوا: أكيد نختار يا ابن رسول الله فقر مع حبكم خير نيا. جابون إخواني: خير من الغنى ونحن أعداء لكم، هذا ما ينفعنا. وكذلك الأمر الثالث، قال لهم: أنتم تعيشون ومسلوبة منكم العافية ولكنكم في حبنا ترفلون تتنعمون. قالوا له: نعم يا ابن رسول الله، خير من العافية ونحن نبغضكم.